السلام عليكم. ميني فلوغ سريع. هنايا بغيت نشارك معكم طريقتي في الفرزانه اللي كتريحني بزاف صراحه. اعتمدوها في رمضان، انا كنعتمدها بشكل دائم يعني كل شهر. هنا البصله كنلاحظ كميه كبيره وكنقطعها قطاعه وكنحطها في البدايه في الفريزر هكذا كتبقى ديك نقيه، ماشي كل نهار يديك انت في البصله وفي الثومه وهذا. تبغي كتجبدي كتاخدي القياس. بحال دابا انا نيت غادي نطيب وغادي نجبد تقريبا غنستخدم نص ديال هاد الكميه. عندي هنا الفلفل الرومي مقطعه طوال، الا احتاجيتو في ستيك الدجاج وهكذا. هنا عندي قزبر ومعدنوس حتى هما كنفرزنهم كيسهلوا عليا الخدمه. هنا عندي البصل الاخضر، هنا عندي الحمص، هنا عندي اللوز، هنا عندي قزبر معدنوس ثاني الشبت كمان. هنا البصله عندي على 2 مرات طويله كنحتاجها مع الستيك ديال الدجاج وكندير مع الرز. هنا عندي الفلفل الرومي مقطع مربعات، الا بغيتو بيتزا اي حاجه كنحتاجو كيسهل عليا الخدمه. وهنا عندي الدجاج، هنا صدور الدجاج اللي خديتهم انا قطعتهم طبعا وبهرتهم، درت على شكل كرات بحال هكذا كيجيوني ساهلين. مبهر هذا جاهز كيجيوني ساهلين. هنا على شكل ستيك. دابا مثلا غناخذ واحد الكميه بحال هكذا ديال الستيك اللي هو دابا مثلا هاد الكميه هذه غادي تكفيني ناخذها ونديرها مع كيس ديال الفلفل الرومي والذره والبصيله ونقدمها مع الرز اولا مع المكرونه. هذه الطريقه هي اللي كنعتمد كتجيني زوينه صراحه. حتى البهارات، بعض البهارات كنحتفظ بهم هنايا الصوصات ديال البيتزا. وهنا الدجاج، هنا الدجاج حتى هو يا قطعته وبهرته وغادي نوريكم كيفاش درت ليه. هنا كيف كتشوفوا هذا الكيس هذا كنت خديته احتفظت به. هنايا الدجاج كيف كتشوفوا قطعت الدجاجه كامله هذه، قطعتها وبهرتها خليتها. ملي كنجي نطيب كتجيني ساهله. كناخذ القياس اللي بغيت وكنصب الغدا ديالي ساهل بدون تعقيدات. البهارات اللي كنستخدم اللي يمكن لك تستخدمها في اي اكله بغيتي، كندير الزنجبيل، الملح، شويه الملح، البزار، شويه ديال البهار مشكل وشويه ديال السكينجبير كي قلت لكم. هذه هي البهار اللي كنعتمد اساسي، ومن بعد على حسب الاكله اللي غادي ندير كنضيف. كنت غادي ندير كبسه كنضيف البهارات ديال الكبسه، كنت غادي ندير غير طاجين راه كنزيد البهارات ديالنا ديال المغربيه. كنت غادي ندير في الفران راه كنزيد داكشي ديال الفران. المهم هذه اعتمدوا الطريقه كتجي ساهله وكتسهل عليكم الطبخ اليومي. هنا كذلك عندي القزبر ومعدنوس كيف كتشوفوا قسمتهم هكذا على النص. هاد الجهه فيها القزبر وهاد الجهه فيها القزبر وهاد الجهه فيها المعدنوس. هنا هذه الثومه حتى هي ضمن الحاجات اللي كندير كتسهل عليا. كميه ديال الثومه تقريبا هذه دابا راه قربت تسالي ليا، غادي نستخدم كميه من بعد. الطريقه سهله، كنشد الثومه كنفرمها مزيان، كنقيها طبعا وكنفرمها وما كنحتفظش بها في الفريزر. كندير على زيت الزيتون، خاص يكون الزيت الفوق بحال هكذا، وكنخليها بالرز مع البهارات حتى هي كتسهل عليا. ما كنبقاش كل نهار نفرم في الثومه ويدي خانزين والحاله. صافي هكذا كناخذ بمعلقه مزيان الكميه اللي بغيت، ولكن دائما كنراقب مستوى الزيت يكون فوق الثوم. لما مشيت نوجد نكمل. بغيت نشارك معكم تشوفوا حتى السمبوسه كنديرها كنجهزها كنخليها مفرزنه بحال هكذا. شي نهار ما كنكون فيه ما نطيب كيجيني هادشي ساهل كنجبد ندير في القلايه اولا في الفرن. هنا عندي سمبوسه هنديه مجهزاها، هنا عندي سمبوسه الدجاج وباقي ما عاد غادي نتقضى التقضيه ديال الشهر. وباقي عاد غادي نزيد كمان الخضر كنفرزنها بحال الجزر، الفاصوليا، البازليك. المهم هذا يعني شيء بسيط من الفرزانه اللي كندير، غير بغيت نشارك معكم الفكره والله الا كتسهل عليكم بزاف الخدمه. هنا حنا عندنا اجواء دابا ديال البرد، غادي ندير الرفيسه العمياء كي كنقولوا ليها او الرفيسه المغشوشه اللي كتجي ساهله بالمكرونه. هنا عندي الدجاج كيف شفتوا، البصله، الثومه غادي نضيفها والقزبر. هنا عندي مخلطه الحلبه مع
العدس. عندي الحلبه انا هنا اللي ما فيهاش الريحه، ما بغيتوهاش تقدروا تستغناو عليها او ديروها في كموسه تطلق لكم غير البنه. وغادي نمشي نصب داكشي ديال الرفيسه. انا زدت واحد مطيشه محكوكه. البهار اللي غادي نحتاج: الفلفل الاسود، الثومه مطحونه، المساخن، الملح، السمن ديال المغرب البلدي، التحميره، عندنا القزبر، عندنا الزعفران دامة الزعفران هذه كتعرفوا ديال المغرب، دامة الزعفران شهره، ماجي، عندنا الكركم، وعندنا سكين كمون كنديروا غير واحد شويه ما كنكثروش، هي واحد النغزه. المهم هادشي غادي نضيف دابا انا البهارات. صافي هنايا كنبدا نضيف المكونات ديالي كيف كتشوفوا. هنايا داك العدس سميتو الحلبه، وراه ضفت حتى الفول نسيت ما وريتوش لكم. صافي هنايا كنضيف البهارات كامله، ومن بعد كنبدا نقليهم مره واحده. وهنايا انا كندير زيت الزيتون اكثر من الزيت العاديه، زيت البلديه. صافي كندير هنا زيت البلديه، وكيف لكم كنبدا كنغطي على واحد شويه، كنقلبهم بحال هكا وكنغطي على واحد شويه حتى كتبدا تغلي، عاد كنبدا نقلي فيهم. صافي كيف كتشوفوا بحال هكا كنبدا نقلي داكشي بعضياتو باش تدخل لي قامه. الريحه طالعه يا سلام زوينه في هاد البرد، غير جربوها ساهله، كتجي بحال الرفيسه غير بالمكرونه. والمساخن اختياري، اللي بغيتو ديروهم بغيتوش ديروهم ماشي مشكل. انا درت شويه ديال السودانيه وفلفل حاره، درت غير كدبه حيت ياكلوا معايا بناتي باش ما تجيهمش حاره. ومعجون الطماطم درت معلقه كبيره. صافي غادي نخلطهم عاوتاني تخلط الجنس كلشي. ودرت الماء يغلي، غادي نعمر على القدر فوق منه باش ندير هذيك المكرونه. صافي غادي ندير الماء اللي طيبته وغادي نخليه حتى يغلي واحد شويه، وغنضيف المكرونه. اي نوع مكرونه عندكم بغيتو تستخدموه ديروه ماشي مشكل. صافي هنا في هذه المرحله انا كندير كلشي مع بعضياته، مكرونه وكلشي مع بعضياته كتجي مزيانه. وهذه هي النتيجه. ما نقولش لكم شحال جات لذيذه، وكيف كتشوفوها كيفاش خاطره. وبالصحه والراحه، وما تنساوش اللايك والاشتراك وتعليقاتكم اللي هي اللي كتخلينا نحطوا فيديوهات اخرين. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.